ازيك عامل ايه؟ فاضي؟ تعالى. فيلم النهارده عبارة عن ملاكم قدامه 60 دقيقة بس علشان يشوف بنته لآخر مرة، لكن المشكلة بقى ان هو بيكون عنده ماتش في نفس يوم عيد ميلاد بنته، فبيضطر طبعا ان هو يسيب الماتش ويعمل خطة ذكية علشان يتخلص من العصابات اللي بتطارده. ويلا بينا ندخل في أحداث الفيلم اللي بتبدأ بشخص اسمه أوكتافيو. أوكتافيو ده لاعب MMA اللي هي فنون القتالية المختلطة، وهو هنا عمال بيتدرب وبيعمل عمليات الإحماء مع المساعدة بتاعته اللي اسمها كازيما، وده طبعا استعدادا للماتش بتاعه مع واحد اسمه بانكو. لكن المشكلة إن الاتحاد بيكون أجل الماتش عن ميعاده الأساسي، واليوم اللي هيتلعب فيه الماتش هو نفس اليوم بتاع عيد ميلاد بنته الصغيرة ليوني، اللي أوكتافيو طبعا وعدها إن هو هيحضر وهيجيب لها هدية كمان. بعدها هنا بيجي صديقه وشريكه في الجيم اسمه بول، بيكون جاي علشان ياخده للمباراة. لما بيوصلوا هنا للمكان بيقابلوا هناك واحد اسمه تشينو، بيقعد يحمس أوكتافيو على الفوز لأنه مراهن عليه بمبلغ كبير جدا. أوكتافيو هنا وهو بيجهز نفسه للمباراة بيلاقي طليقته اللي اسمها مينا بتتصل بيه، بتقعد تزعله لما بتعرف إن هو لسه ما بدأش المباراة وإنه كده اتأخر على عيد ميلاد بنته، لكنه بيقول لها إن المباراة هتكون 3 جولات بس وإن هو يحاول يخلص كمان من أول جولة. لكن وهو طالع على حلبة القتال بقى بيجيله اتصال من المحامي بتاع طليقته، بيبلغه ان هي هترفع عليه قضية حضانة منفصلة، هو بيبلغه رسالة بقى بتجننه بيقوله ان دي اخر مرة هتشوف فيها بنتك، ده لو عايز تيجي عيد الميلاد يعني. ساعتها اوكتافيو بيجري وبيسيب الماتش وبيخرج من المكان، وتشين واخوه على طول بيشوفوه وبيجروا وراه هما ورجالته، بيكونوا عايزين يمسكوه من غير ما يأذوه علشان يقدر يلعب المباراة ويكسب كمان. أوكتافيو بقى بيبقى قدامه ساعة بالظبط علشان يوصل على منطقة ويدنج الموجودة فيها بنته، فبيقرر ياخد تاكس، لكن الشوارع بتكون زحمة جدا في الوقت ده. ولما يقرر يخرج منه بيلاقي رجالة شين وصلت له، بيحاول يهرب منهم لكنهم بيقدروا يحاصروه، لكن أوكتافيو مش بيستسلم، لكنهم في النهاية بيقدروا يسيطروا عليه وبيفقد الوعي، وبعدها بياخدوه معاهم في العربية. بس هما في الطريق أوكتافيو بيفوق بقى وبيقوم ضربهم وبيخرج بعدها من العربية، وبيتصل ببول علشان يعرف منه السبب الحقيقي ورا تصرفات شينو دي، وبيبقى عايز يعرف هو بيطارده ليه. فبول بيقوله إن تشينو مراهن عليه بمبلغ كبير جدا، وكمان نتيجة المباراة متدبرة يعني محسومة لفوزه، لأنه مدي رشوة للحكام ومبلغهم إنهم في الجولة الثالثة يكسبوه. بيرجع بول يقوله انه لازم يرجع ويلعب الماتش قبل ما يتم اقصائه من اللعبة واعلان المنافس ان هو كسب. هو بيقول ان هو ممكن يتصل بطريقته علشان يشرح لها الموقف وهي اكيد هتقدر الموضوع ده، بس اوكتافيو بيقول له دي لو عرفت الموضوع ده هيدعم موقفها في القضية اللي رفعها عليا في الحضانة، وغير كده كمان مش هيعرف يرجع لانه لسه ضارب رجالة شينو كلهم وهرب، فخلاص هو مفيش قدامه حل غير ان هو يكمل ويروح عيد ميلاد بنته. بعدها على طول بيلاقي اخو تشين ورجالته جايين وراه بالموتوسيكلات، فبيجري وبيروح على الجيم بتاعه، بيخلي كوازيما وزمايله في التدريب يساعدوه في القتال ضدهم، وبيقول لكوازيما هنا ان هي تشغلهم لحد ما يهرب، وبعد كده بيديها عنوان المكان اللي هيجيب منه التورته، وبيقول لها تروح هي تجيب التورته عقبال ما القتال هنا يخلص. لكن كوازيما بقى هنا بتبعت رسالة لأوكتافيو بتقول ان الكريدت كارد بتاعها مفيهوش فلوس وكده مش هتعرف تدفع تمن التورته. أوكتافيو هنا بيلاقي باقي رجالة شينو بترجع تطارده تاني، فبيروح على عربية الشرطة وبيقعد يشتم الظابط اللي جوه، وده علشان ياخده في العربية ويبعدوا عن رجالة شينو، لكن وهم في الطريق العصابة بتقدر توصل له، بيدخلوا في عربية الشرطة وبيقلبوها، واخو شينو هنا بيمسك أوكتافيو اللي بيقدر ياخد منه المسدس اللي معاه وبيهدده وبيهرب منه. بعدها بيروح على طول على محل الحلويات علشان يجيب منه التورته، ولما بياخد التورته بيلاقي اخو شينو قدامه. أوكتافيو هنا بيترجى ان هو لازم يسيبه يمشي لكنه مش بيوافق، وبيوقع كمان التورته من ايديه. ساعتها أوكتافيو بيتعصب جدا وبيضربه ضربات سريعة لحد ما بقى خلاص هيموته في ايده، وأول ما يخرج من المحل بيلاقي قدامه بينكو المقاتل اللي المفروض كان هيلعبه، بيطارده هو و2 كمان معاه. لكن في نفس الوقت ده بيجي واحد صديق أوكتافيو اسمه ريكو، بياخده وراه على الموتوسيكل على طول، وبيقول له ان بول هو اللي طلب منه المساعدة. ريكو بعد ما وصله لمحطة المترو بيكتشف ان كان معمول له فخ من الناس اللي شغال معاهم، وبيعرف ان تشينو طلب الفلوس من العصابة دي علشان يراهن بيها عليه، وزعيمة العصابة بقى اللي اسمها دانيكا بتسأله هو ليه ما لعبش الماتش. ساعتها اوكتافيو بيقول لها على الحقيقة وهي فعلا بتصدقه، خصوصا لما مرضيش يقول لها على اسم بنته بالرغم ان هم بيرموا بنزين حواليه وهيحرقوه. ساعتها بتسيبه وبتمشي، والمساعد بتاعها بيتصل بتشينو وبيقوله بقى انه يجي علشان يشوف هيتصرف ازاي ويرد لهم المبلغ بتاعهم اللي دفعوه ده ازاي. اللي بيحصل ده كله بقى بيكون كمين معمول علشان يوصلوا لتشينو ويقتلوه هو واوكتافيو، اللي بيحس بخطتهم وبيقوم يضربهم وبيهرب من المكان وهو مربوط في كرسي.
أول ما بيوصل لعربية المترو بنته بتتصل بيه وبتقول له إن مامتها قالت لها إن هو مش هيقدر يجي عيد ميلادها النهاردة، وبعدها بتزعل منه بتقفل السكة في وشه. وأول ما يخرج من المترو بيلاقي قدامه بينكو، فبيجري منه لحد ما بيدخلوا ملهى ليلي. وهناك الراجل اللي مع بينكو بيضرب أوكتافيو، لكن أوكتافيو بيقدر يسيطر عليه. وبعدها بنشوف واحد من رجالة تشينو بيجرح أوكتافيو في بطنه، وبينكو هنا بيستغل اللحظة دي لأنه بيبقى مش عايز يقاتله وهو في كامل لياقته، وبيدور بينهم القتال بمنتهى الشراسة. لكن أوكتافيو في النهاية بيقدر يفوز بضربات قاضية بيقضي عليه بيها. أول ما بيخرج من الملهى بيلاقي بول قدامه، فبيعرف هنا بقى إن تشينو ورجالته كانوا بيقدروا يحددوا مكانه عن طريق بول لأنه عامل تتبع من التليفون بتاعه. أوكتافيو على طول بيقفل الGPS وبيحذر بول وبيقوله إنه يمشي من قدامه فورا يا إلا هيقتله. وبيروح بعدها على البيت علشان يطهر الجرح ويغسل وشه قبل ما يروح لعيد ميلاد بنته اللي بيكون فاضل عليه ربع ساعة بس. بعد شوية بيتصل عليه هنا بول مرة تانية علشان يعرف مكانه، بيحاول يتأسف له على اللي عمله وبيقوله إن هو اضطر يعمل كده علشان يحل المشاكل اللي عندهم في الأمور المالية بتاعة الجيم. هنا بنعرف إن تشينو قاعد جنبه وبيهدد، وبول هنا بيقدر يحذر أوكتافيو من غير ما تشينو يعرف. ساعتها أوكتافيو بيفهم وبيقوله إن هو خلاص مش هيحضر عيد ميلاد بنته، بس طبعا مش بيرضى يقوله على مكانه وبيقوله إن هو موجود في مكان تاني. بعدها بيقفل علشان يروح يجيب هدية بنته. هنا بقى أوكتافيو بيقرر إن هو يعمل خطة ويعمل كمين علشان ينتقم من الكل، فبيتصل ببول وبيقول إن هو موجود في شلتر للحيوانات علشان يجيب الهدية بتاعت بنته. بعدها بيتصل بريكو وبيقول على المكان اللي هيكون موجود فيه تشينو، لأن الناس التانية طبعا عايزة تمسكه علشان ترجع فلوسها. أوكتافيو هنا بيكون وصل على المحل وبياخد القطة اللي جايبها لبنته، وبعدها بيتصل بالشرطة وبيبلغهم إن في معركة قوية جدا هتحصل بين عصابتين، وطبعا بيديهم العنوان على طول. لكنه هنا بيلاقي تشينو في وشه وبيهدده بقتل عيلته، وبيقول ان هو وابول خلاص متورطين معاه في الموضوع ده ولازم يساعدوه في تسديد الفلوس اللي عليه لدانيكا اللي هتخلص على الكل لو ما خدتش فلوسها. وفعلا عصابة دانيكا بتيجي وبيضربوا النار عليهم، وتشينو هنا بياخد بول واوكتافيو مبنى جنبهم، ولما بيلاقي ان البوليس جه بيتعصب جدا وبيعرف ان ده من تخطيطهم، فبيتجنن وبيقوم ضارب النار على بول. لكن ساعتها كازيما بتيجي تساعدهم، هي بتكون عرفت المكان عن طريق تعقبها لبول واوكتافيو اللي بينضم ليها في القتال، لكن تشينو هنا بيقدر يطعنه وبيوقع كمان كازيما من فوق المبنى لكنها ما بتموتش. اوكتافيو بقى لما بيشوف اللي حصل لصديقته بيتعصب جدا وبيقعد يقاتل تشينو، لكن اوكتافيو هنا بيقع بعدها من التعب، وتشينو هنا بيقدر يقوم من تاني، بس كازيما بتيجي وبتضربه لكن هي كمان قوتها بتنار. وبول ساعتها بيستغل اللحظة دي وبيضرب النار على تشينو وبيخليهم يهربوا من المكان، وبعدها هم التلاتة بيقدروا يخرجوا من المبنى، والشرطة هنا بتقدر تقبض على العصابتين مع بعض. واوكتافيو بياخد القطة وبيروح بيها لبنته، لكن وهو على مدخل البيت ما بيقدرش يتحمل التعب وبيقع على الأرض بعدها. بس بنته هنا بتشوفه وبتروح على طول تحضنه، وهنا طلعته بتشوف الموقف ده وبتشوف كمان القطة اللي جايبها هدية لبنته. المحامي بقى بيبقى مش عاجبه الكلام اللي بيحصل ده وبيبقى عايز يستمر في الإجراءات، لكن طلعته بتبقى عايزة تتنازل عن القضية لأنه طلع قد كلامه وجه للبنت رغم كل الصعوبات اللي واجهها.